تعالوا نسمع كده محمد العبار بيقول ايه على مصر. ذلك أنا متشجع على حل الاستثمار وأدور على فرص ثانية كمان. فرص أخرى في مصر إن شاء الله. أنا عايز وسط البلد. وسط البلد. طبعا لو قلنا محمد العبار على طول نعرف شركة اعمار. محمد العبار من انجح المطورين العقاريين في الوطن العربي، وفعلا خد مكانة عالمية بسبب مشاريعه. اللي كان عايش في دبي الفترة قبل 2006 هيعرف مين هو محمد العبار. وشارع الشيخ زايد اللي كان محمد العبار للفضل الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا في إن هو يخلي دبي من أكبر المدن الجاذبة للسياحة. وروحوا شوفوا برج خليفة. محمد العبار أعلن إن هو هيستثمر في مراسي البحر الأحمر باستثمارات تبلغ قدرها 20 مليار دولار. محمد علي راشد العبار رجل أعمال إماراتي، رجل عصامي ابتدى حياته من الصفر لحد ما وصل بشركة إعمار لكل المشاريع اللي احنا شايفينها. ومن وجهة نظر الشخصية المحدودة وبحكم كل المشاريع اللي احنا شايفينها وشفنا شارع الشيخ زايد ومنطقة برج خليفة في إمارة دبي، أنا بعتبر إن محمد العبار من أكبر وأحسن المطورين سواء كان في مصر أو في الوطن العربي. تحياتي.